الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله أجمعين. تحية طيبة إلى الجميع. موضوع في غاية الأهمية، وهو كيفية حرصنا جميعا، أو الموضوع موجه للأمهات، والمحظوظات معنا هن الأمهات المبتدئات اللي عندهم مازال أبنائهم في طور التربية، مازال وليداتهم في المراحل الأولى، يعني أقل من 5 سنوات، أقل من 6 سنوات، أقل من 10 سنوات. هذه المراحل الأولى سبحان الله منشأ ناعم وفتي لغرس القيم والمبادئ والنقاط اللي رحنا ماشي نتكلموا فيها بإذن الله تعالى وحوله. الأم ليست حضنا دافئا وطعام جاهزا دائما وشرابا مستصاغا فقط، وإنما هي مدرسة تصنع جيلا كاملا. توضيح معنى الرعاية الجسدية ونفرق المعاني دائما، ما كما تعودتوا معي في الملتقى وأنني أحرص دائما على تحديد وضبط المفاهيم. هنا نحدوا المفاهيم ونشرحوها ونديروا الفارق، نوضع نقاط الفارقة بين المعنى الحقيقي للرعاية اللي هي الرعاية الجسدية والنفسية والسلامة الفكرية، والتربية اللي هي إشباع وغرس القيم، كل القيم والأخلاق الطيبة والفضائل، من الصدق، الرحمة، المسؤولية، احترام الآخر، حب الله تعالى، ونشأة تربية الإيمان في الطفل، مشاعر الوطنية أيضا، احترام الآخر بكل الأشكال. والفارق بين دائما نعود للمفهوم الأول اللي هو الرعاية، اللي تتلخص في مفهومنا في الرعاية الجسدية والنفسية والفكرية أيضا. والرعاية لا تكفي وحدها. الرعاية كما نعرف كامل هي إشباع الحاجات الأساسية للطفل، من أكل ولباس وصحة ودراسة ولعب، توفير الوقت للرفاهية ولا للتسلية. كل هذا ينحصر في مفهوم الرعاية، يعني أنني أوفر الرعاية الحسنة الطيبة لطفلي. أما التربية فتختلف تماما. التربية هي حرص الوالدين والأم على وجه الخصوص في غرس القيم، غرس الثبات، غرس النشأة، أو غرس بذور الطيبة الصالحة في عمق طفلي، في فكره ونفسه وروحه. كيف ذلك؟ نشرحه مع بعض. هنا بالنسبة كلامي موجه إلى جميع الأخوات اللي عندهم أطفال ومسؤولين على أكثر من طفلين ولا طفل واحد فقط، ولا المهم ربما أخطأت في التعبير، ولكن كلامي موجه إلى جميع الأمهات، ولكن بالخصوص هن الأمهات المبتدئات اللي مازالهم في المراحل الأولى. ويا سعدهم ويا فرحهم، لأنهم يتمتعون بحظ وفير. احنا ربما مع الأيام تعلمنا أشياء يا ريت تمنيناها لو كان تعلمناها في زمن مضى، قبل ما نبدو ربما أخطاء تربوية قمنا بها دون قصد، ولكن تعلمنا في الحياة على أننا أخطأنا حاولنا نصحه، حاولنا نداركوا الأمر، لأننا ما دمنا في الحياة دائما كما نقول لكم بنات، ما دمنا في الحياة هناك فرص جديدة. ما دام للرمق بقية فأنا عندي كل الحظ وعندي كل الفرص للإصلاح، للسعي نحو الأفضل والأحسن في نفسي وفي أبنائي، ودون أن ننسى أن نتوكل على الله تعالى ونطلب العون، ودائما ندعو ونستعين بالدعاء أيضا موازاة
مع الجهد والمجاهدة والمثابرة والاجتهاد، كل هذا حتما بالنية الصادقة سيعطينا ثمار طيبة إن لم ننهى بعون الله تعالى في أقرب الآجال، فحتما سننال جزاء كريما وحسنا من الله تعالى، لأننا ما علينا إلا السعي، الباقي كله على الله تعالى دائما. إذن أنت كأم مربية، ما رأيك سبحان الله نقول لك أننا لاحظنا ونلاحظ دائما على أن جميع الأمهات، أستسمح من بعض الأخوات اللي ربما عندهم حساسية وربما يزعفوا من كلامي، ولكنها الحقيقة معظم الأمهات يهتممن اهتماما بالغا بالعناية، أن نشوفوا الجميع الله يبارك وما صلي على النبي كامل فيه هندام جيد أنيق، ويحرصنا على أحدث وأجمل الماركات والموديلات والتفاصيل الصغيرة الدقيقة، الأطعمة المتفاخرة والمتنوعة وكذا وكذا، الألعاب الحديثة والمبالغة المبالغة في إسراف ربما بالغ هائلة وطائلة في ذلك، وفي المقابل نسيان أهم نقطة اللي هي في التربية. أنا عندما أرعى ابني هذا أعتبره حق من حقوقه، يعني أنني أحرص على توفير الملبس الكريم الطيب والمأكل والمشرب الطيب الكريم، وعلى أن يكون سليما نفسيا، على أن أعامله معاملة حسنة، وعلى أن أحرص أيضا على سلامة صحته الفكرية والنفسية، على أن ينشأ في مناخ وبيئة سليمة أيضا، دون أن أنسى وسطروا عليها ونفتحوا القوس، لأن التربية تغرس في النشأة الأولى. لهذا أشرت إلى أن الأمهات المبتدئات أكثر حظا من الجميع، لأنني أعتبرهن ذلك بامتلاكهن الفرصة الكنز، لأنهم في بداية المرحلة. رسالتي من هذا المنبر إلى كل أم مبتدئة: فلتغتنمي الفرص الذهبية التي حيزت إليك بفضل الله تعالى، وهي تشريف قبل أن تكون تكليف، وفي تكليفك وتعبك وجهادك واجتهادك والمثابرة وكل الوقت اللي تبذليه ما هو إلا سعي وسوف يرى. سبحان الله العظيم. لهذا ابذلي قصارى جهدك لتربية أبنائك على القيم والأخلاق الرفيعة، ما أحوجنا إلى نقاش هذه النقاط اللي أصبحنا نروها على العلن، خاصة في خضم هذه العولمة والتكنولوجيا المتطورة سبحان الله العظيم، هذه الوسائل للتواصل وهذه السرعة الهائلة في نقل الصورة والمعلومة وكل هذه الظروف المحيطة بنا من تطورات آنية ولحظية. كدنا أن نفقد إنسانا مفعما بالقيم إلا من رحم ربي. وكإشارة نرجع بزمن مضى اللي هي المدرسة الجزائرية، حينما كانت الكشافة الإسلامية الجزائرية ماذا أنتجت لنا الكشافة الإسلامية اللي كانت قبل الثورة الجزائرية؟ سبحان الله، النتاج كيف كان ذلك النتاج الرائع، المزيج الخرافي اللي عمره لا يتكرر من القادة والرجال صانعي الثورة، غرست فيهم الانضباط والنظام والطاعة، غرست فيهم حب الوطنية، حب الأرض، حب الوطن إلى النخاع، وروح الجماعية، روح العطاء.
شرعيا للنشاط الوطني السياسي قبل اندلاع الثورة. أعدت لنا جيلا واعيا لمخاطر الاستعمار ومستعدا للتضحية في سبيل القيم اللي هي الحرية وكرامة الإنسان. صنعت لنا جيلا ربما لن يتكرر، ليس ربما وإنما أكيد لن يتكرر. سبحان الله العظيم، مصطفى بن بولعيد، درويش مراد، العربي بن مهيدي، زيغود يوسف اللي كان قائد في الشمال القسنطيني، رابح بيطاط، كريم بالقاسم القبائلي. بزاف شخصيات، كثير من الشخصيات، واللي ما يعرفوش هذا الشخصيات اللي نذكرهم يبحثوا على هذا الشخصيات العملاقة التي كانت قادة للثورة الجزائرية في وقت مضى. سبحان الله العظيم. يا ترى عندما نتسأل هذا الرجال اللي كانوا يوما من الأيام أطفالا أيضا، كيف كن أمهاتهن؟ كيف كن؟ هل كان أو كانوا يحرصون فقط على رغيف الخبز ونوعية اللعبة وجودة الثياب، أم كانوا يهتمون بالمدرسة اللي هي كانت هن أنفسهن بتلقين القيم، بتلقين حب الوطن والوطنية، حب الله تعالى. قد لا تكفي الكلمات في توصيل الرسالة، ولكنني أظن وأعتقد أن الرسالة وصلت. يا ترى كيف حالكن مع التربية في تلقين أبنائكم؟ هل تحرصن دائما بنسبة أكثر من 60% في الرعاية، أم أنتن من النوعية الأمهات اللواتي تحرصن بكل ثبات وصبر ومثابرة ومجاهدة في تلقين أبنائهم القيم، يعني التربية؟ وعندما نقول منظومتنا التربوية، التربية والتعليم، للأسف الشديد المؤسسات التربوية الآنية أصبحت تهتم فقط في تلقين الدروس العلمية وتوصيل الفكرة أو المعلومة أو المعرفة فقط. الأستاذ لا يحظى بالوقت الكافي حتى يلقن الطالب والتلميذ قيم والفضائل والأخلاق الطيبة الحسنة، وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون، وإنما كلها ألقيت على عاتق الوالدين، وبالأخص وبوجه الخصوص الأم. وطبيعي جدا لأن الأم مدرسة. إذن أيتها الأم الكريمة الطيبة، لست مجرد راعية لأطفالك، بل أنت المدرسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فأنت التي تزرعين فيهم النشأة الأولى، وهي أعظم وأخطر مرحلة تحدد مسار حياتهم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق عليه الصلاة والسلام. فبيدك وحدك أنت أن تحتفظي وتحافظي على هذه الفطرة النقية السليمة، وأن تنشئي جيلا صادقا رحيما مستقيما مستيقظا بوعيك. كوني لهم المدرسة في الصدق، في الصبر، في الحب، في الإيمان، في الصلاح. صلاح الأمة يبدأ من حضن أم صالحة. إلى ملتقى قريب إن شاء الله في سلسلة تربوية أخرى. كونوا في الموعد. سلام.